ده الجزء التاني من قصة مريض منتصف الليل. هتلاقي الجزء الأول في الديسكريبشن أو هيظهر لك في الآي اللي فوق دلوقتي. اسمعه وبعدين تعالى كمل معايا الجزء التاني. يلا بينا. رجعت لورا علشان أخرج من الأوضة دي، لكني وأنا برجع اتزحلقت فوقعت على الأرض. الدم بقى حواليا في كل مكان، واقع على ظهري. افتكرت مديري وهو بيقول لي انت لازم تلاقي ثغرة. رحت بعيني لعبد اللطيف اللي كان متقطع قدامي. ما اعتقدش ان الحماسة وصلت بيه ان هو يقطع نفسه علشان ياخد فلوس التأمين. اتعدلت من الوقعة دي واجبرت نفسي علشان اروح ناحية الجثة. تجاهلت ان انا ابص لراسه. عينه ساعتها كانت بتبصلي وكأنه بيستنجد بيا. كان لابس بلطو غريب قوي، لكني انحنيت عليه وحطيت ايدي في جيبه. لقيت ورق كتير قوي ملفوف في جيبه، كان لفه بشكل دائري وعليه استك من بره. مش عارف ليه بس حسيت ان الورق ده مهم جدا. حطيت ايدي في جيبه التاني، لقيت رزمة ورق تانية ملفوفة بنفس الشكل. بصيت لراسه ساعتها وما كنتش عارف هو ايه اللي عمل فيه كده، لكني وجهت كلامي ليه كأنه سامعني. انا مش من الشرطة، انا واحد عادي بس بيعاني من الوحدة، وبحب دايما اشغل نفسي بمشاكل الناس. كنت بكلمه وانا بقلعه البلطو بتاعه. حطيت فيه كل الاوراق تاني ولبست البلطو واخدته. اكيد انا مش هبلغ البوليس ومش هدخل في دايرة الاستجواب اللي مفيش منها اي فايدة. هما يبقوا يعرفوا ايه اللي حصل. اتمنى بس العجوز اللي شافني بره وحكالي عنه ما يجيبش سيرتي. دي الحاجة الوحيدة اللي بتمناها. خرجت من الشاليه وانا ماشي بهدوء ناحية العربية، ايدي الاتنين في جيوب البلطو. ريحته كانت وحشة جدا، ريحة تعفن وموت، والدم اكيد على اجزاء منه، لكن لونه الغامق القاتم ده ما كانش مبينها قوي. وقفت مرة اخيرة عند البحيرة وبعدها مشيت. 3 ساعات سفر بعربيتي اللي كنت متأكد ان هي هتعملها معايا في الطريق، لكن الحمد لله وصلتني بسلام. انا بصراحة مش عارف ليه اخدت البلطو بتاعه، وبرضه مش عارف ليه انه من واجبي ان انا الاقيله بنته، لكن انا فسرت ده بالوحدة بتاعتي وان انا مفتن بالاسرار والمجهول. عديت جنب البنايات في القاهرة، كان شكلها عجوز قوي، وانا كل تفكيري في البحيرة واسكندرية. كل الشبابيك في القاهرة بتبصلي بعيون كلها بؤس. من وقت ما خرجت من الشاليه وانا متأكد انه في حقيقة واحدة بس لازم اكشفها. ليه بنت تختفي جنب بحيرة؟ ليه بنت تختفي وكأنها ما كانتش؟ ايه اللي حصل لها؟ لقيت نفسي بكلمها ساعتها. انا عارف انك مش في قاع البحيرة، لان الغواصين نزلوا هناك. محدش لقاكي. يا ترى انت فين دلوقتي يا رحاب؟ وقتها سألت نفسي سؤال: هو انا فعلا عاوز اعرف ايه اللي حصل لها، ولا انا مشفق على والدها بسبب اللي حصل له؟ هو اكيد كان عاوز يعرف وكان بيدور عليها. اللي كنت متأكد منه ان الحقيقة هتوديني لطريق انا مش هقدر عليه، لكني اخترت ان انا اكمل امشي فيه. في الشقة بتاعتي دخلت وحطيت البلطو على الكرسي بتاع السفرة، وقعدت على الكرسي اللي قدامه. فضلت قاعد قدامه وانا ببصله. خرجت كل الورق اللي في جيوب البلطو. اللي لقيته في الورق كان مقتطفات من مذكرات بتاعت ناس معينة، وخطاب كان عبد اللطيف سرحان كاتبه، وبدأت قراية فيه. للي يهمه الأمر أو اللي يلاقي الخطاب ده، اسمي عبد اللطيف سرحان. شفت حاجات كتيرة عجيبة في حياتي. سافرت الهند وشرق آسيا، قعدت مع قبائل البدو في الصحراء، وسمعت الكتير من الأساطير بتاعتهم. أنا دايما مغامر ورحالة، ولو كله فاكر ان انا مجرد ممثل بحب ان انا اتجوز واطلق واخد كل متع الدنيا، لكن على الناحية التانية انا مغامر. بحب المغامرة جدا، زي ما بحب الفن والتمثيل بالظبط. كنت دايما موهوم بالاخراج والكتابة، مش بس التمثيل، لكني كمان بحب بنتي جدا. هي الواقع بتاعي وقلبي اللي بيدق علشان اعيش. هم اخدوا مني بنتي، وهم جايين دلوقتي علشاني. انا مش عارف مين هم، ممكن يكونوا مجموعة او ممكن فرد واحد، مش عارف. لكن أنا عارف إن حادثة اختفاء بنتي دي مش الأولى. أنا عارف إن في حاجة مظلمة بتدور حوالينا بس إحنا مش عارفينها. الموضوع بدأ من سنة بالظبط. كان وقتها هناك المجزرة الشهيرة في اسكندرية، في المبنى الخاص بالاتصالات. المبنى ده كان معزول عن المدينة، بيطل على البحر وبس. كنت بحاول إن أنا أجمع أكبر قدر من المعلومات عن المبنى ده، علشان كنت محتاج قصة أرجع بيها للسينما، وكانت هي دي فرصتي الوحيدة علشان أرجع وبقوة للسينما بعد ما أسيب التلفزيون. وعلشان كده رحت المبنى علشان أسأل عن ضحايا المجزرة اللي حصلت، لعل وعسى ألاقي حاجة ملهمة في تحضير الجو العام للشخصية. المخرج بطبيعة الحال كان لسه مبتدئ، وكان محتاج جدا لنصايحي وخبرتي. واللي وصلت له بعد رحلتي للمبنى ده إن في حاجة بشعة حصلت هناك ومحدش عارف حصلت ليه. واللي هكتبه لكم دلوقتي هو جزء من مذكرات ضحايا المبنى ده. أول واحد كان أحمد عدنان. كان كاتب: كلنا مرهقين، محدش فينا واثق في التاني. في شيء معانا بس محدش فاهم ايه الشيء ده، وما اعتقدش ان حد فينا هيفضل عايش. انا بس بسيب الرسالة دي علشان اللي هيلاقيها في يوم من الايام
العالم مكان مش آمن تماما، واحنا مش لوحدنا. الوحوش موجودة، المسوخ والغيلان دول مش أساطير، دول جوانا، أحيانا بينتصروا وبيتغلبوا على الشخصيات الكويسة اللي فينا. وهو دلوقتي معانا. أنا سامع الخطوات بتقرب لي في قلب الليل. أنا لازم أسيب دلوقتي مذكراتي علشان أروح وأشوف مين اللي جاي. تاني جزء من المذكرات كان باسم سلمى الخطاب. كان مكتوب: أديني دلوقتي قاعدة لوحدي في الأوضة، الرياح بتخبط في الشباك جامد، وأمواج البحر كأنها غضبانة من حاجة. جسمي كله عرقان، بحاول إن منخليش إيدي ترتعش وأنا بكتب، علشان اللي هياخد المذكرات دي يعرف يقراها. أنا سايبة الكلام ده للي هيلاقيه بعدي. الشيء ده حقيقي، اللي حصل في الأيام اللي فاتت كانت هي جهنم بعينيها. أنا مش عارفة مين هو، لكني عارفة إنه واحد مننا. أنا بشوف ظل بيتحرك ورايا على الحيطة. الظل ده أكيد مش ظلي. حاسة إن ضلوعي بتتكسر جوه صدري، وفي اللحظة دي ما بقتش قادرة أسيطر على أعصابي. أنا لازم أبطل كتابة. هو جاي. تالت جزء من المذكرات كان لمحمود عبد العال. كان مكتوب: أنا مش عارف أوصف إيه اللي حصل مع الست دي في المستشفى. كان ده آخر يوم ليا في المستشفى قبل ما أروح مكان تاني كطبيب مقيم في مبنى الاتصالات، لكني متأكد إن اللي حصل معاها كان نقطة البداية لكل الأحداث اللي شفتها في المبنى ده. كل ما افتكر اللي شفته بحس إن أنا هيغمى عليا. أنا أكيد دكتور وشفت كتير قوي حاجات غريبة وملهاش أي تفسير منطقي، وشفت المريض لما لونه بيصفر وبتتأكد إن هو خلاص بيفارق الحياة. فأنا كمان شفت المريضة المراهقة اللي بتحتضر بدون سبب، وشفت كمان الست العجوز المسنة اللي بتتظاهر بالمرض لأنها حاسة بالوحدة بعد ولادها ما هجروها، وبتيجي بس علشان تتكلم معانا في المستشفى. كمان شفت أهالي الناس المتوفيين اللي بيبقوا بيدوروا على الدكتور علشان يموتوه. كمان شفت اللامبالاة والروتين بتاع المستشفيات اللي ممكن يقتل المرضى أساسا. أنا شفت كتير جدا، والكتير ده كفيل يخلي شخصيتي غير مبالية أو حتى شخص ما عندوش عقل تدريجي. لكن اللي شفته في اليوم ده مع الست دي حاجة مش مألوفة، حاجة بشعة. في اليوم ده كنت خلصت الشيفت بتاعي في الشغل، كنت ماشي في الطرقة وأنا بمسح إيدي بعد ما غسلتها. وقتها عديت جنب الحضانة اللي بيبقى فيها الأطفال. وقفت شوية علشان أشوف الأم الجميلة اللي بتبتسم في حنان وماسكة ابنها على إيديها. كنت محتاج جدا أشوف المشهد ده بعد الإرهاق الطويل اللي شفته طول اليوم. كنت حابب أحس إن لسه الإنسانية موجودة والرحمة كمان موجودة، وعلشان كده وقفت وبصيت عليها وفضلت مبتسم. أم في التلاتينات، تخينة شوية، واقفة وهي مش قادرة ومرهقة جدا وماسكة ابنها وحضناه، بتشم في ريحة شعره. على فكرة، ريحة شعر الأطفال اللي لسه مولودين بتبقى منعشة جدا، بتحس إن هي بتدخل لروحك وبتحسسك بالسعادة. لقيتها كانت بتغمض عينيها وهي بتشم ريحة راسه ومبتسمة جدا. كانت هي لوحدها في الحضانة. محبتش إن أنا أزعجها وأفسد عليها اللحظة الجميلة دي هي وابنها، لكن فضلت واقف أبصلها وأنا حاسس بهدوء نفسي رهيب. بدأت تمسح بإيديها على راسه. كنت حاسس إن أنا قلبي بيطير من الفرحة ساعتها. كان عندي شعور غريب قوي، كنت محتاج فعلا أشوف المشهد ده. كنت عمال أقول يا ترى الرضيع ده حاسس بإيه وأمه حضناه كده. ممكن يكون بيفكر في حياته اللي جاية، البنت اللي هيحبها، وظيفته وأساليب الحياة اللي هيبقى بيتصارع معاها من يوم والتاني، أحلامه اللي بتتصارع مع أهداف المجتمع العملية. ممكن يكون بيفكر في المدرس اللي بيحسسه برهبة المادة وبيكرهه فيها، ولا المدرسة اللي هتفتن عقله وينطلق بخياله معاها وهو مراهق. ابتسمت مرة تانية بعد ما جه كل الكلام ده في دماغي وأنا ببص لهم، وقلت له في بالي: قدامك لسه كتير يا بطل، قوم بقى علشان تستعد للحياة. كانت لسه والدته بتمسح بإيديها على راسه في كل حنان، وبعدها لقيتها بتضغط جامد على دماغه، بتضغط. قبضت إيديها على راسه. لثواني حسيت إن أنا بتشل، ما بقتش فاهم حاجة. راسه الناعمة اللي لسه بنت امبارح ما استحملتش الضغطة دي. صرخ جدا، بس وقفت صرخاته دي لما طلعت أجزاء من مخه بره على إيديها. وبعدها رمت الأم جثة الطفل ده. ساعتها بصت لي ببطء، وأكيد مش هنسى بصتها ليا. قالت لي بوش ما فيهوش أي تعبير من الحياة: الشيء جاي، هو جاي. ودلوقتي أديني قاعد أكتب. ممكن دي تكون آخر كتابات ليا في الحياة، وأنا سامع الرياح بره محسساني بالرعب، والبحر كأنه بيتخانق مع الرياح دي، وأنا قاعد في الأوضة الملعونة اللي أنا فيها. دلوقتي بس فهمت نوع من اللي الست دي قالتهولي عن الشيء اللي جاي. الحاجات اللي حصلت قدام عينيا في الأيام اللي فاتت في مبنى الاتصالات خلتني أتأكد إن إحنا المسوخ. هو معانا دلوقتي، هو واحد مننا، لكن مش عارفين مين هو. أنا سامع خطوات حد بتقرب من الأوضة، حاسس إن أنا ضعيف جدا. الخطوات الرتيبة اللي أنا سامعها المنتظمة دي
محسساني بالخوف جدا. لا، أنا مش هبص ورايا. بيكمل عبد اللطيف سرحان كتابة. دي كانت مذكرات أحمد عدنان وسلمى الخطاب ومحمود عبد العال، أو جزء من مذكراتهم. كلهم اتكلموا عن إن في حاجة غامضة جاية عليهم، عن شخص بينهم، بس مش زي ما هو مبين لهم، عن حاجة معينة محدش فاهم إيه هي، ولا حد لحد دلوقتي عارف إيه سر المجزرة اللي حصلت هناك. المخرج والسيناريست كان ليهم تفسير نوعا ما طفولي للي حصل هناك، كانوا ناويين يقدموه في الفيلم. لعل اللي هم كانوا بيفكروا فيه ده هيخدم الدراما بشكل معين، لكنه ما كانش مناسبني تماما. وانا دلوقتي بدور عن اي حقيقة في المبنى ده، مش لاقي اي اجابات، بس كل ما بسأل اكتر بيظهر اسئلة اكتر، لحد ما في يوم لقيت كتاب صغير لمذكرات سلمى الخطاب، مذكرات كاملة للي حصل في المبنى. قريتها وفهمت كل حاجة. رجعت عملت صياغة لمذكرات البنت علشان اقدمها للسيناريست وتبقى الفيلم المنتظر. واللي كتبته هو اللي البنت كتبته بالظبط، لكني كتبته بوجهة نظر حيادية شوية. ودلوقتي أنا عاوز أقول حاجة لأيا كان اللي بيقرأ كلامي: اقرأ الكتاب. أنا فهمت اللي حصل ودفعت حياتي تمن لده، لكن في لسه فرصة لبنتي. أنا مش عارف مين أنت اللي بتقرأ الخطاب بتاعي، بس أنا عارف إنك بتقرأ الكلام اللي كتبته وأنا بموت، ولعل ده يكون بيقربني بيني وبينك. لعلك أنت أقرب شخص ليا دلوقتي، لأنك أنت الوحيد اللي شفتني في لحظة الضعف اللي أنا فيها من غير ما تظاهر، عكس الجماهير اللي بتشوفني في التلفزيون. اقرا الكتاب ممكن تفهم. حاول ان انت تلاقي بنتي. خلصت قرايه من اللي عبد اللطيف سرحان كتبه. مسكت مفكره عندي وكتبت فيهم الاسامي اللي كان هو ذاكرهم في الخطاب بتاعه: سلمى الخطاب واحمد عدنان ومحمود عبد العال. عملت سيرش كتير على جوجل على المجزره اللي حصلت في مبنى الاتصالات في اسكندريه. انا سمعت عن الموضوع ده كتير وقت ما حصل، كان في ضجه اعلاميه كبيره لحد ما الكل نسي. 6 موظفين لقوهم مقتولين بشكل وحشي في المبنى. ده كان ملخص المجزرة. مفيش أي دلائل، ما وجدوش أي حاجة تدل على مين اللي قتل، مفيش أي تفسير ولا دافع للجريمة. بصيت للكتاب اللي عبد اللطيف سرحان قال إن أنا لازم أقراه في كتاباته، بصيت له وأنا متأكد إن أنا هقراه كله. رحت عملت لنفسي شاي وبعدها رجعت تاني. خلص أحمد اللي حكاه وبعدها بص لنور. كانت بصله ومهتمة جدا ومركزة في كلامه. بصلها وبعد كده بص للمطبخ على الشمال. انت كنت بتعملي العشاء لما انا دخلت عليك البيت، صح؟ انا اسف جدا. نور ما طلعتش اي صوت ولا ردة فعل. كان نفسها تقول له كمل الحكاية، سيبك من الاكل دلوقتي. فضولها كان بيقتلها علشان تعرف اللي باقي، وعقلها ما كانش ساكت انه يحلل كل تفصيلة كان احمد بيحكيها. بصلها في حيرة وقال لها: والله انا عاوز اشيل الكمامة دي من على بقك، بس انا مضمنش انك تسكتي. غمضت نور عينيها علشان تأكد له ان هي مش هتطلع اي صوت. قام هو في تردد وشال الكمامة من على بقها. شهقت شهقة وكأنها كانت هتصرخ فعلا، لكنه ده كان تأثير شيل الكمامة من على بقها بعنف. مع انها فعلا كانت عايزة تصرخ، لكن في حاجة جواها منعاها من ده، علشان هي نفسها تعرف ايه باقي حكايته. بصت لأحمد وده كان أول كلام نور توجهه له: خليني أرتب كل اللي انت قلته لي. انت رحت في رحلة علشان تدور على رحاب عبد اللطيف، سيدة البحيرة زي ما بيقولوا، ولقيت هناك جسم والدها كان متقطع، ولقيت مذكراته اللي فيها مذكرات ناس تانية، أو بمعنى أدق ملخص لمذكرات ناس تانية، كانت فيها حاجات بتدل على اختفاء بنته وحاجات كمان لناس تانية كانت ماتت في مبنى الاتصالات في اسكندرية. يبقى كده كل حاجة حصلت هناك، وانت دلوقتي قاعد قدامي ولابس البلطو بتاع عبد اللطيف سرحان. أنا برتب بس أفكاري. أنا عارفة إن انت شايفني ممكن دلوقتي مجنونة شوية، لكن أنا برتب الأفكار اللي انت قلتها لي. مبنى الاتصالات في اسكندرية والمجزرة دي، رحاب اختفت في الساحل. أنا أكيد قريت عن رحاب في الإعلام وعارفة إن هي لحد لحظتنا دي وهي مختفية. يبقى أنت أكيد ما لقيتهاش. عندي أسئلة كتير قوي، لكن في الأول أنا حابة أقرأ الكتاب اللي عاد صياغته عبد اللطيف على لسان سلمى الخطاب. ابتسم أحمد وهو بيبص لنور. كان شايفها بتتكلم بحماس وشغف وانفعال في نفس الوقت، ونسيت تماما إن هي متكتفة في الكرسي بتاعها. كان ده اللي هو بيتمناه بعد ما قرأ رواياتها وسمع عنها من أخته كتير، إن هي تندمج معاه، وفعلا اندمجت. نور لما لقيته مبتسم ليها كده عقدت حواجبها كده واستغربته. اتنهد ساعتها وقال: أنا مش مجنون، لكن محدش سمعني قبل كده. أنا محتاج تفسير لمنطق، مش بس رواياتك. جلساتك مع أختي انت ساعدتيها كتير علشان تلاقي منطق. أنا كمان محتاج منطق وتفسير لكل اللي حصل. أنا فعلا محتاجك في نفس الحاجة معايا. أنا آسف إن أنا هددتك، لكن ما كانش قدامي أي طريقة تانية. فضلت نور بصله وهي مستغربة لحد ما قالت له: إيه دي الجنون؟
انا عايزه اساعدك، انا مصدقاك، انا عايزاك تكمل لي الحكايه، انا عايزه اقرا الكتاب. حط احمد السكينه جنبه وقام لها بهدوء. ساعتها خافت منه وهو بينحني عليها، لكنه انحنى علشان يفك الحبال بتاعتها ورجع قعد على الكرسي بتاعه. حركت نور ايديها بصعوبه جدا لما رجع الدم في ايديها بعد ما كانت متكتفه لفتره طويله جدا. بصت لاحمد في صمت، شاور على السكينه قبل ما يوديها في الاتجاه اللي هي قاعده فيه، وقال لها تقدري تاخديها، انا مش محتاجها، وانا ما كانش في نيتي ان انا اذيكي، السكينه قدامك. رجع راسه على الكرسي اللي كان قاعد عليه وكأنه بيقول لها لو عايزه تقومي تذبحيني دلوقتي انا موافق. وكمل كلامه وهو مش باصص لها، لو حبيتي تتصلي بالشرطه اتفضلي، لكن خلي في بالك انك مش هتعرفي ايه اللي حصل في الحكايه. لو انت محتاجه تكملي اللي انت سمعتيه قولي لي بس ان انا اكمل كلام. ومد ايده ساعتها في جيب البلطو اللي معاه، خرج كتاب صغير. بصت نور للكتاب، كان مكتوب عليه من بره مذكرات سلمى الخطاب. رفعت راسها لاحمد، لا لا لا، انا مش هقراه دلوقتي، الاول احنا هناكل، انت باين عليك مرهق وانا جعانه جدا. راحت نور ساعتها على المطبخ، كانت بتحرك جسمها بصعوبه جدا، فهي كانت هتموت من الجوع حرفيا. دخلت وعملت الاكل وجابت طبقين ورجعت، حطت لاحمد قدامه طبق واخدت الطبق بتاعها وراحت على الكرسي. كانت بتاكل بسرعه جدا علشان هي وراها حاجه مهمه قوي لازم تعملها، وهي انها تقرا المذكرات بتاعت سلمى. طيب ده الجزء التاني من قصة مريض منتصف الليل. ان شاء الله الجزء التالت هينزل على طول بعدها. اتأكد بس ان انت عامل اشتراك ومفعل الجرس على الكل علشان يوصلك نوتيفيكيشن اول ما انزل الحلقة. ان شاء الله اشوفكم بخير في يوم جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم.